ازيكم؟ النهارده انا هعمل معاكم ستريبس الدجاج. هوريكم ازاي يفضل مقرمش جدا جدا من بره وكمان يكون طري وجوسي من جوه. هوريك ازاي كمان تقدري تحتفظي بيه وتفرزيه لو عايزه، وكمان ازاي تخليه مقرمش لاطول فتره ممكنه، وازاي ما يكونش شارب زيت. هقول لكم على كل التفاصيل والتكات دي في خلال الفيديو. ان شاء الله الطريقه هتعجبكم جدا، واوعدكم بعد الفيديو ده هتبطلوا تشتروه من بره. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هشتغل على كيلو من صدور الدجاج. زي ما انتم شايفين كده انا نضفتها كويس وشلت اي زوايد منها، وطبعا غسلتها كويس بالدقيق والملح والليمون لغايه ما بقت نضيفه وزي الفل كده زي ما انتم شايفين. الوزن اللي معايا حوالي كيلو، تقدري تشتغلي على اي وزن انت عايزاه. طبعا اول حاجه بمسك الصدر بتاع الفرخه، بقسمه طبعا نصين زي ما انتم شايفين، كل صدر لوحده، وبعد كده بشيل الحته اللي في الظهر دي اللي هي بتبقى زياده، وبعد كده بمسك الصدر بتاع الفرخه وببتدي اقطعه عكس اتجاه الانسجه زي ما انتم شايفين كده. من الحته الناعمه بقلبها على ظهرها، وبعد كده بمسك من الحته الخشنه بقطع عكس اتجاه الانسجه شرايح، لا هي كبيره قوي او يعني لا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه قوي. يعني لو تخينه قوي طبعا مش هتستوي معانا كويس، ولو رفيعه قوي هتنشف وتعضم معانا. فانا عايزه السمك المظبوط اللي انتوا شايفينه ده يكون متوسط زي ما انتوا شايفين كده. في بوله انا هبتدي اتبل الفراخ. اول حاجه حطيت نص كوبايه من الميه، وحطيت معاها معلقتين صغيرين من البابريكا المدخنه، وحطيت كمان معاها رشه صغيره من الفلفل الاسود، طبعا ده بالمعلقه الصغيره بتاعه التوابل، وحطيت كمان نص معلقه من السبع بهارات، وحطيت رشه من الجنزبيل، تقدري تزودي رشه كمان من الشطه لو عايزاها سبايسي، وحطيت معلقه صغيره من الصويا صوص، ولو مش موجوده تقدري تستغني عنها تماما عادي جدا. ممكن تحطي كمان عصره نص ليمونه. طبعا لو هتزودي الصويا صوص ما تزوديهاش قوي لان هي بتكون يعني مالحه، فما نزودش الملح قوي. يعني لو حطيتوا صويا صوص ما نحطش ليمون، لو هتحطوا ليمون بلاش الصويا صوص. طبعا تقدري تزودي كمان بودرة ثوم او معلقة صغيرة قوي من الثوم المهروس، تقدري برضو تفرميها ناعم قوي وتزوديها في التتبيلة دي. حطيت بعد كده شرايح الفراخ وقلبتها كويس قوي، وبعد كده غطيتها بستريتش راب وسبتها في التتبيلة دي حوالي ليلة كاملة. طبعا لو انتوا مستعجلين عليها ممكن تسيبوها من 4 ساعات ل6 ساعات، يعني تقدري تعمليها الصبح وتشتغلي فيها على اخر النهار، وكل ما هتسيبيها زيادة في التتبيلة طبعا هيكون طعمها احلى بكتير وهتكون طعم التوابل واضح فيها. نيجي بقى لتاني خطوة وهي أهم خطوة، وهي الكفر بتاع الفراخ. أنا معايا نص كيلو من الدقيق أو 3 كوبايات كبار بالمج الكبير بتاع الشاي، حطيت عليهم 3 معالق من النشا، وحطيت عليهم رشة ملح ورشة بابريكا ورشة فلفل اسود ورشة جنزبيل، يعني كل التوابل اللي انا تبلت بيها الفراخ تقدري تضيفيها في الكفر عشان هو كمان يكون طعمه حلو. حطيت كمان نص معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر عشان يكون هش ومقرمش معانا، وقلبت كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي. وطبعا زي ما انتم شايفين جبت مصفى كده صغيرة ونخلت كل المكونات دي مع بعض عشان اتأكد ان هي امتزجت مع بعض كويس قوي. تعالوا بقى نركز في الخطوة اللي بعد كده عشان هي أهم خطوة في الفيديو كله. بعد طبعا ما الفراخ اتبلت ليلة كاملة زي ما قلت لكم، طلعت شرايح الفراخ وحطيتها في الخلطة اللي أنا عملتها. طلعت حوالي 6 شرايح كده، وهبتدي بصوابع إيدي أقلب فيها حوالي 10 تقليبات زي ما انتم شايفين من تحت لفوق كده لغاية ما تتغلف كلها بالدقيق. وبعد كده أنا مجهزة بولة تانية فيها مية ساقعة بتلج، وبطلع من الدقيق على المية وبرجع أرجعها تاني في الدقيق. تمام كده؟ دي أول خطوة. بنزل في الدقيق وأقلب كويس قوي، وبعد كده أرجع في المية، وبعد كده أرجعها تاني في الدقيق. لو حسيتوا إن شكل التموجات بتاعة الستريبس مش واضحة قوي تقدروا تعملوا الخطوة دي مرتين أو 3 لغاية ما تخلوا التغطية كثيفة أو سميكة يعني. أهو عملت المرحلة اللي بعد كده، قلبت كويس قوي حوالي 10 تقليبات، وبعد كده بطلع على المية، وبعد كده برجع تاني في الدقيق، وبعد كده ركنتها في طبق جنبي عشان بس التصوير انا وريتها لكم او حطيتها يعني في طبق جنبي، ولكن انتوا المفروض تطلعوها من الدقيق على الزيت السخن على طول عشان ما تلزقش او تعجن معاكم.
بصوا انا خلصت كل الكميه بالطريقه دي. بصوا شكل التموجات حلوه جدا، وعلى الوضع اللي هي فيه ده او الشكل اللي هي فيه ده حاولوا تنزلوها على طول في الزيت عشان تثبت على شكل التموجات او الخرفشه اللي موجوده في الستريبس دي. تقدروا في الخطوه دي تقدروا تفرزوها. في طريقة تانية أنا برضو بحبها جدا، تقدروا تطلعوا الستريبس من الدقيق على المية اللي هي بتاعة التتبيلة اللي كانت فيها الفراخ التتبيلة، بس في الحالة دي تقدري تزودي المية شوية، يعني ممكن تخليها كوباية كاملة من المية بدل نص كوباية. وطبعا في الطريقة دي بتكون طعم التوابل أوضح ويكون طعم قوي جدا، يعني لو انتم مش عايزين تستخدموا الخطوة اللي هي مية بتلج. وفي الحالتين النتيجتين هتكون كويسة جدا والطعم هيكون كويس والطريقتين سهلين جدا. طبعا لما بتيجي تفرزيها اهو انا بوريها لكم اهو في الطبق، طبعا انا بس عشان التصوير، ولكن هي المفروض تطلع على طول من الدقيق على الزيت على طول عشان الكفر ما يعجنش معاكم. بلاش تحطوها كده فوق بعض زي ما انا عامله عشان تاخدوا نتيجة كويسة. طبعا تختاروا طاسة صغيرة أو حلة صغيرة وتكون ضيقة عشان الوصفة دي بتاخد زيت غزير جدا. تقدروا تحطوا في أي حلة أو طاسة زي ما قلت لكم وتحطوا كمية زيت حلوة كده، وبعد كده تسخنوه بس يعني ما يغليش قوي، يعني هو يدوبك بس يقدح أو يسخن كويس، وبعد كده تنزلوا الفراخ فيه. طبعا الستريبس لازم ينزل في زيت سخن، ما ينفعش ابدا ينزل في زيت بارد او حتى متوسط الحراره. اول ما بينزل كده وتحسوا ان هو اتشمع وابتدى كده يمسك كده يعني في بعضه، طبعا بتقدروا تقلبوه. بياخد سوا حوالي من 7 دقايق ل 8 دقايق، مش اكتر من كده خالص، وتاكدوا ان هو هيستوي 100%، ما تقلقوش خالص. طبعا بعد ما بياخد اللون الذهبي الحلو ده انا طلعته على مصفى او شبكة، لان طبعا لو طلعتوه على مناديل هيطرى معاكم، ولكن الشبكة او المصفى طبعا بتخليه متهوي فبيفضل مقرمش اطول فترة ممكنة، ودي نقطة مهمة جدا جدا. طبعا لو هتفرزوه زي ما قلت لكم بعد ما بتخلصوا التغطية بتاعته في الدقيق بتفردوه على ورق فل او بتحطوه على صينيه واحده جنب التانية كده، وبعد كده بتدخلوه الفريزر يجمد، واول ما يجمد تقدروا تشيلوه في علبه او في كيس زي ما يعجبكم، بيقعد معاكم اطول فتره ممكنه، وتطلعوه تقلوه طبعا في زيت سخن وهو مجمد. تعالوا بقى شوفوا القرمشه بتاعه الستريبس. بصوا سامعين صوت القرمشه حلوه ازاي؟ تعالوا كمان نشوفه من بره ومن جوه. بصوا لما قطعته شكله من جوه ابيض وحلو جدا، والكفر اللي عليه ما وقعش ولا اتبهدل وفضل مقرمش لاطول فتره ممكنه. ولكن للامانه هو كل ما بيبرد شويه القرمشه بتقل سنه بسيطه. تقدري طبعا تقدميه مع رز ريزو او مع مكرونه او تعمليه سندوتشات للولاد، بيكون حلو جدا وموفر جدا. يعني من حوالي كيلو من الصدور طلعت معايا كل الكميه دي، ووفرنا في السعر، وطبعا ضمنا جودة الفراخ اللي انت استخدمتيها وجودة الزيت اللي قليتي فيه. يا ريت بقى نبطل نشتريها من بره ونعملها كمان في البيت. اتمنى يكون عجبكم الفيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.